هلا 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 هلا. هذه شنو؟ هذا الحلا شنو؟ هو شنو؟ ما ندري. هو قلاش، هو بغلاوة، هو حلبية، ما ندري. نشوف الحين شلون الطريقة. شلونكم؟ شخباركم؟ تقبل الله طاعتكم. اليوم بسوي معاكم حلبية بالبقلاوة بالقلاش، ما أدري بالضبط شنو هي، بس وايد حلوة. طبعا أول شيء راح أحط الحليب، حطيت 3 وراح أحط معهم نص علبة كريمة البراد. إذا تبين تطلع طعم الحلبية حلوة وغير، مو بس تحطين نشا، راح أحط قفشتين نشا قفشتين نشا، وراح أحط قفشتين طحين تعطيها طعم خيال. أخلطهم مع بعض، وراح أروح أحط نص كوب شكر، وشوف حلاها. إذا حلوة أوكي استمرت عليها، مو حلوة راح أضيف زيادة شكر. تابعوا معاي ونشوف لين تبكل معانا. وراح نضيف عليها المنكهات، راح أحط عليها ماي ورد وماي زهر، وهم نقطة فانيليا، هذه خلطة خاصة فيني. شوفوا الطعم شلون يطلع، أحب كذي أمكس. وراح أحط قفشتين 3 جوز هند، هذه وصفة خاصة فيني، ما حد مسويها قبل هالمرة، بس لا تكثرين. شوفوا عشان بدأت تثقل. وهني عندي عيش مصري رايحته بروح، أحب شيء يطب، ما أحب اللقمة تطيح. أنا كل لقمة إحنا محاسبين عليها، وإحنا نلعب بالنعمة. شوفوها شوفوا شلون صارت، اتقلت معاي. الحين بحطها بصحن، بحطها بهذا الصحن. آخر شيء بغيت أنساه، ريموف، يصير طعمه كذي على برد. ما أدري على آيس كريم، ما أدري، تعطيكم على طعم البوظة، عرفتوا؟ كذي. المقادير كلها راح أسجلها. صارت شكلي كنا وجبهة، ارفع راسي كذا عشان الجبلة تبين. زين، ليه شوية بس تطبخ مع التلميذ. والحين راح احطها مثل ما قلت لكم بالقالب. بعدين حطيتها بهالقالب حلو، انطرها يبرد وتصك معاي. بعدين راح احط عليها القلاش هذا. تيم القلاش تحطيه مع زيت وتدخلينه الفرن، بس يتحمر شي يصير لونه تطلعينه. انا راح مسويتها انا، يعني حطيتها بس ما نزلتها، اللي هو اني انا حطيت شو اسمه، اعوذ بالله، القلاش مع زيت. راح احطها عقب المقطع هذا، عرفتوا؟ وتصير معي كذي. طبعا ما راح تصير كذي تطلع طويله، اقرمشها بيدي واخليها انطرها تبرد. بعدين راح ازينها عدل. وتعالوا ذوقوا الطعم. خلصت، شفتوها؟ اهم شيء انها تصك. الحين شو راح اسوي؟
خلص منها. وبكذي جزت معاي حلبية بالبقلاوة، زينتها بالكرز المجفف والفستق، وطبع الأساس هالقلاش. علينا وعلى عيونكم ألف عافية، جربوها ما راح تندمون.